أهلا بكم مرة أخرى. من بين أفضل حراس المرمى في الوقت الراهن يبرز اسم حارس مرمى شعبيب فرج بايعشوت كأفضل المواهب التي ظهرت في الفترة الأخيرة. فرج بايعشوت للأسف هو بعيد عن المنتخبات الوطنية رغم حقيته الكبيرة أن يكون أحد حراس المرمى في المنتخبات الوطنية، خاصة وأنه يتميز بصغر سنه وأيضا بمرونته الكبيرة وأيضا بطوله الفارع. زميل بندر الأحمدي قابل حارس المرمى فرج بايعشوت وسأله عن أشياء كثيرة، منها استبعاده عن جائزة أفضل حارس مرمى في الموسم قبل الماضي بعد إعلان اتحاد الكرة أنه أفضل حارس مرمى في ذلك الموسم. نشاهد ماذا قال فرج بايعشوت لبندر الأحمدي من خلال فقرة على طبيعتهم التي تعود من خلال هذه الحلقة. إذا تلعب الخطأ داخل منطقة الجزاء وبالبوكس يخلصها فرج بايعشوت على طول. الجراني داخل منطقة الجزاء، التعادل. الله، تألق فيها فرج بايعشوت، الله تألق فيها فرج بايعشوت. نجم متميز بكل معاني الكلمة في ملاعبنا الرياضية فنا وخلقا. ابن وادي حضرموت فرج بايعشوت حارس اجتمعت فيه كل معاني التألق. لا يحب الإعلام والظهور عبره، لكننا أصرينا أن يكون معنا عبر أهل الرياضة. الله يحييك يا أخ بندر، وشرفتوا اليوم بيتنا وزرتونا، وأهلا وسهلا بكم مجددا. والله تجارب ناجحة كلها الحمد لله. أول تجربة كانت مع ال70 قبل الاندماج مع الأمن المركزي، موسم واحد تكللت يعني بالنجاح، موسم موفق معهم. انتقلت لرشيد تعز 3 مواسم، ومن ثم التلال 3 مواسم، والآن بالعنيد هذا الموسم الثالث إن شاء الله، وكلها إن شاء الله تجارب ناجحة. يعني زمان كان المنتخب أمنية، الآن أصبح العكس. اللاعب يعني ما يهتم إنه يروح المنتخب، أصبح المنتخب يعني ما أقدر أتكلم يعني سيء، يعني وضعه أسوأ من وضع الأندية. أكبر جائزة لي أعتبرها يعني حرازنا لبطولة الدوري، فهذا كانت أكبر جائزة عندي. يحيرنا بس هو تغيير في الوقت، يعني الوقت بسيط كان اللي فيه تغيرت الجائزة وهي يعني اعتبارها مباراة فاصلة ما تحسب فيها الأهداف ولا تحسب فيها الهدافين أو الأهداف اللي على الخصم. والله يا أخي هو حسب كلام رئيس الاتحاد أنه لجنة المسابقات هي اللي غيرت حولت مسار الجائزة لحارس الشعلة، لكن الطريقة يعني صراحة مخزية، ويعني صراحة ما حد يتكلم فيها، لأن أنا تقريبا أنا وقعت على استلام الجائزة، لكن يعني حاجة غريبة في 5 دقائق يمكن بين شوطين المباراة. يعني لو أنا استحمست وطلعت المنصة كان إحراج لي وغيري. فيمكن هذه كانت أسوأ حادثة لي في بداية المباراة. تعرضت للاشتراك مع اللاعب محمد صالح يوسف، وفجأة استغربت الحكم يصفر نهاية الشوط الأول. يعني كان يمكن إصابتي يمكن في ال10 دقائق الأولى، فاستغربت أنا كيف الحكم يصفر يعني لسه بادين المباراة وكيف يصفر الحكم. فأنا استغربت، واتضح لي بعدين أنه كنت ألعب وأنا فاقد للوعي، ودخلت بعدها حالة إغماء وتشنجات. الله لا يورى نحن ولا يورى كل الرياضيين إن شاء الله، وهذه كانت حالتي سيئة. ومن الحوادث السيئة أصلا أيضا يعني
افتقادنا اخوان لنا واعزاء لنا كنا يعني زي الاخوان احنا، هو امجد الجابري عليه رحمه الله، واسامه السيد كذا، كابتن عبد الله عتيق. فهذه كانت مواقف سيئه ومؤثره علينا في حياتنا. أو أوجه من خلال قناتكم وفرصة يعني الواحد يوجه تحية للأشخاص يعني لهم دور كبير في الرياضة اليمنية، ولهم دعم يعني يدعموا من بيوتهم ومن مالهم الخاص. فأوجه تحية للشيخ علي جلب الله يحفظه، والأستاذ عدنان الكاف، والشيخ أحمد العديني. فهذول يعني من الناس الواحد يفخر بهم في الرياضة، وهم داعمين يعني بعيدا عن السياسة وبعيدا عن المصالح وبعيدا عن. وأوجه تحية أيضا لإدارة شعب إب على اهتمامها بنا واهتمامها باللاعبين، وأتمنى لها التوفيق إن شاء الله. الرياضة كابتن بتعمل لك مشاكل أسرية؟ أكيد والله، هذه ضريبة يعني لازم يدفعها الرياضي. فأنا بعيد عن أهلي وأمي يعني صراحة أنا رحت من عندها وهي جالسة تتفرج فيه يعني صراحة. يمكن ما أجي الشعب بسبب أمي، لكن إيش نصلح يعني. وبعدين يمكن الجو ما يناسبها هنا في إب، لو جبتها إب. تابع أهل الرياضة؟ أكيد كل رياضي يتابع أهل الرياضة، وهو من البرامج الحديثة يعني الجديدة على الساحة، ومميز باختلاف مواضيعه وطرحه واستضافاته للنجوم. فهو برنامج يستحق المشاهدة صراحة يعني. ذهب معدنك في عيني ويا عز الظلام، معدنك يغنيني في هذا الكون عن كسب الحلي. لو يزعل العالم بتبقى في نظر عيني. فعلا شيء مؤسف أن لا يكون فرج بيعشوت النجم المتألق والحارس الذي يشهد له الكل بتميزه أن لا يكون موجود في قائمة المنتخبات الوطنية.